عندنا الباينري ليترال اللي احنا قلنا عليها اللي هو الزيرو اور 1. عندنا الباينري ليترال اللي هي الزيرو اور 1. بيقول لك ان the binary literal is used to store the binary value in a variable, and if you want to create a binary literal then the literal value should be prefixed. شايفين prefixed with 0b. لو انت عايز تعمل binary literal لازم تبدأ prefix 0b, and here you can use the only 0 or 1. لو انت كتبت 0b لازم بعدها تكتب 0 و1 بس، مش 0 1 0 1، لا، تكتب concatenation مجموعة أرقام من الزيرو والواحد. لو ما عملتش كده هتاخد compiler error. يعني المثال عندنا هنا 0b 10001 قال لك allow من النوع integer. لو انت قلت له int num 2 وكتبت له 0b 1145 دي معناها ان هي تديك compiler error. كاكزامبل ليك ادي عندك ادي اول واحد. الاكزامبل ده مقبول اللي هو انت نمبر 1. بدأنا البادئة بتاعتنا او البريفكس بتاعنا بزيرو واحد، واديله زيرو واحد زي ما انت عايز هيقبلها. رقم اتنين زيرو واحد زيرو بي واخد زيرو واحد زي ما انت عايز. وقال لك لو جيت تطبع رقم واحد المفروض ان رقم واحد هياخد الرقم، يحول الرقم الحلو ده يحوله لنظام ايه؟ نظام عشري اللي انا بفهمه اللي هو في المقابل بتاعه مين؟ 317. طب لو انا عايز اطلع رقم اتنين او نمبر اتنين فنمبر اتنين هيطلع لي 67. طيب لو انا جيت اقول له write line char value of number 1، لو قلت له convert dot char، ان شاء الله احنا قلنا الكونفرت ده او الكاستنج ده هناخده في سيشن قدام، بس انا قلت له convert dot char number 1، فالتشار ده المقابل ليه كتشار حرف ال، ونمبر 2 المقابل ليه حرف السي. فاكرين يا شباب لما قلنا ان الاسكي كود بتاع حرف الاي كان 65 وحرف البي 66، فأكيد حرف السي كابيتال هيبقى الاسكي كود بتاعه 67. وممكن ترجعوا للاسكي تيبل هتلاقوا فعلا إن السي كابيتال الرقم بتاعها 67. طيب كباينري نوت ليك لازم تاخد بالك ان الباينري literals feature allow us to deal with the binary values in the C sharp application. By using this feature we can store binary values in variables. C sharp provides 0b literal to create binary values. C sharp compiler recognize literals and treats values accordingly. يعني السي شارب ما عندهاش مشكلة ان انت تخزن في الفاريبل الانت بتاعك ده حاجة من النوع الباينري، بس لازم تبدأها بالزيرو بي، والكومبايلر مش هيعترض وهيفهم ان انت جاي مخزن رقم باينري وهيتعامل بناء عليه. ولو جينا للمثال بتاعنا في الكود اهو ما عندناش مشكلة. ادي الفيجوال ستوديو شايف ان الرقم متغير اللي هو انتجر عادي شار باينري، بس بدأت له البادئة بتاعته أو بريفكس بتاعه بالزيرو بي، وبرضو زيرو بي ورقم تاني أهو. بس أنا لو قلت له لو نمبر 3 زيرو بي مثلا، أنا لو جيت هنا وعملت كده هتلاقي تحت ظهر لك على طول إن في متغير في مشكلة فيه. هيقول لك ادي لو الايرور هيطلع لك الايرور في الكومبايلر تايم، بيقول لك only assignment call increment او decrement او wait and new object expression. يعني معناه ان انت اللي بتعمله ده مش مسموح بيه وانت شغال. خلي بالك ان ده مش مسموح. لو انا عملت رايت لاين للكلام ده ادي الرايت لاين هيقول لي ان الفاريبل الاولاني او نمبر 1 معناها 301، نمبر 2 معناها رقم 67. طب انا لو عملت كونفيرت للشار بتاع النمبر 1 هيقول لك ان الشار المقابل ليه ال كابيتال، والسي مقابل الرقم النمبر 2 مقابل ليه او رقم 67 مقابل للسي كابيتال. كده نبقى وصلنا للليترالز، وأتمنى يكون الشرح وافي وكافي، وإن شاء الله أشوفكم بخير في سيشن جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.